أنا حسام، عندي 16 سنة، مهووس بألعاب الرعب لدرجة إن أنا لما بتيجي لعبة جديدة ما بنامش، مش بعرف حتى أنام لحد ما أختم اللعبة كلها. أنا عارف إن الهوس بحاجة معينة مش صحي أبدا، خاصة إن أنا فعلا لما بتنزل لعبة جديدة مش بنام لحد ما أخلصها. وأخيرا نزل السيزون التاني من لعبة فريدي المرعب، كانت قلبة الدنيا كلها في السيزون الأولاني، وختمتها فعلا في ال5 أيام اللي قايلين عليهم في اللعبة. أول ما السيزون التاني نزل جريت وجبتها على طول، واكتشفت فيها ألغاز كتير وأسرار كتير مفيش حد في سني تقريبا ولا في التوقيت ده ولا في الوقت الصغير ده عارف يكتشف الألغاز دي غيري، لأني ما كنتش بنام، كنت مهووس فعلا بيهم. كنت ليل نهار قاعد على اللابتوب علشان أعرف الأسرار اللي موجودة والشفرات اللي موجودة في اللعبة علشان أحلها. وفي يوم كنا ليلة الجمعة، وبابا وماما كانوا خارجين رايحين فرح زميل ليهم في الشغل. طبعا فضلوا يقولولنا على التعليمات بتاعتهم قبل ما يخرجوا، ليا والأخويا الصغير كمال: ناكل كويس، ما نفتحش لحد غريب، نغسل الأطباق بعد ما نخلص أكل. قلنا لهم حاضر، هنعمل كل اللي انتوا قلتوا عليه، كده كده أنا هقعد على اللابتوب وكمال هيقعد يتفرج على التلفزيون، ما تقلقوش خالص وهننام بدري. ماما سلمت علينا هي وبابا وراح ناحية الباب وأخدوا المفاتيح بتاعة العربية علشان يروحوا الفرح. وسامع ماما كالعادة بتقول لبابا: يلا بسرعة خد المفاتيح علشان احنا اتأخرنا على الفرح. أول ما خرجوا من هنا أنا جريت بسرعة وخدت اللابتوب ودخلت الأوضة بتاعة بابا وماما، لأن شبكة النت هناك حلوة جدا. دخلت وفضلت ألعب، فتحت اللعبة سرحت معاها، عدت معرفش ثواني ودقايق، عدت ساعات وانا مش حاسس بأي حاجة غير ان انا مندمج في اللعبة وبخلصها بسرعة بسرعة، وهطلع الفايز فيها وهختمها اكتر من اي حد وقبل اي حد. بس فجأة وانا مندمج قوي في اللعبة لقيت سر خطير اكتشفته، فرحت جدا جدا ان انا اكتشفته، وفضلت ألعب وألعب. فجأة حصل حاجة غريبة قوي، اللابتوب شاشته قفلت ورجعت فتحت تاني لوحدها. والغريب ان اللابتوب كان على الشاحن، يعني ما فصلش شحن، اللعبة بس اللي قفلت وفتحت. وسمعت صوت كمال بيخبط على الباب، اتضايقت جدا ان انا هسيب اللعبة واروح افتح له. ضغطت على الايقاف المؤقت، ناديت عليه قلت له: انت عايز ايه يا كمال؟ بس استغربت ان كمال بيخاف من الضلمة. بصيت لقيت الأوضة كلها ضلمة حواليا، وفي غبار كتير زي ما تكون شبورة، واللمبة بتاعة الشاحن بتاعة اللابتوب عمالة بتطفي وتنور تطفي وتنور. ولقيت من تحت عقب الباب الدنيا كمان ضلمة بره. قلت له: انت ايه اللي جايبك في الضلمة؟ عايز ايه يا كمال؟ ما ردش عليا. قمت افتح له علشان اشوفه عايز ايه وبيخبط لي كده. اول ما فتحت لقيت الدنيا ضلمة كحل، ما لقيتش اي حد خالص في الطرقة. ناديت عليه قلت له: كمال، كمال انت جيت خبطت عليا؟ محدش رد. اترعبت لما لقيت باب الحمام اللي في الأوضة بيخبط لوحده، وأنا متأكد إن مفيش حد دخل الأوضة، أنا قافل عليا باب الأوضة كويس. اتصدمت، مسكت الموبايل علشان أكلمه، ما لقيتش فيه أي إشارة في الموبايل خالص. الستاير كلها مقفولة، أنا مش عارف كل الدخان ده جه منين. الأوضة مليانة دخان كأنها شبورة كبيرة، وبقت ضلمة جدا. حاجة خلتني أروح جري على اللعبة تاني وأفضل ألعب ألعب. فضلت ألعب بطريقة هستيرية، أنا مش عارفة أنا بلعب بالطريقة دي إزاي، بلعب بسرعة جدا لدرجة إن صوابعي وجعتني ونملت من كتر ما أنا بلعب وبكتب على اللابتوب، مندمج بشكل ومبرق في اللابتوب. أنا مش طبيعي، أنا فيا حاجة مش طبيعية. ببص لقيت الباب بيخبط تاني، بيخبط بشدة أكتر كمان من الأول، باب الحمام اللي مفيش حد في الأوضة أصلا. فضلت ألعب 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 ووشي كله ينزل عرق من كتر الرعب ومش عارف أبطل لعب. فجأة لقيت صوابعي وقفت وحطيت إيدي عند قلبي، مكنتش عارف أتنفس من كتر الرعب. حاجة تاني خلتني أكمل لعب تاني وأكمل بنفس الطريقة الهستيرية بتاعة اللعب.
ولقيت شاشة اللابتوب بتطفي وتفتح تطفي وتفتح. اللعبة نفسها بتطفي وتفتح، مش اللاب هو اللي بيقفل. أنا مش عارف في إيه. فجأة لقيت باب الحمام اتفتح لوحده بالراحة، وسمعت خطوات خارجة منه، خطوات بتقرب لي وأنا على السرير. وسمعت صوت نفس بيقرب مني قوي، لدرجة إن أنا حسيته في وشي وعلى جلدي. صرخت من كتر الرعب. فجأة لقيت أخويا هو كمان بيصرخ، ولقيته بيقول لي: أنت رعبتني، في إيه؟ أنت بتصرخ ليه كده؟ قمت ردد عليه قلت له: أنت إيه اللي دخلك الأوضة؟ قام قايل لي: أنا عمالة أخبط عليك بقالي شوية وأنت مش بترد. فجأة لقيت نور الأوضة منور عادي، ومفيش أي دخان ولا أي شبورة في الأوضة. لقيته بيقول لي: أنت ختمت اللعبة، أنت قاعد باصص لللاب وأنت مبرق وأنت مختم اللعبة، خلصتها. قلت له: خلصتها إزاي؟ مش فاهم حاجة. قام قايل لي: أنا واقف قدامك بقالي شوية وأنت مبرق في اللاب ومخلص اللعبة. قلت له: طب أنت عايز إيه دلوقتي؟ قام قايل لي: ما تنساش تغسل الأطباق بتاعتك قبل ما تنام عشان ماما متجيش تزعق لنا. وخرج وسابني. فضلت أبص، أنا إزاي خلصت اللعبة؟ إزاي ختمتها؟ إزاي اكتشفت الأسرار بتاعتها من غير ما أحس؟ بس اللي أنا متأكد منه إن اللي حصل لي ده ما كانش مجرد هلاوس. اللي حصل لي واللي طلع لي واللي ظهر لي في الأوضة كان حقيقة، كان أشباح من اللعبة حقيقية. اللعبة الرعب دي حقيقية. طبعا لو قلت وحكيت الكلام ده لأي حد محدش هيصدقني، بس أنا لازم أقول للكل، حتى لو محدش صدقني، علشان ممكن حد ما يبقاش محظوظ زيي وفي حاجة ما تجيش تنقذه. بلاش ألعاب رعب، وبلاش يبقى عندكوا هوس بأي حاجة حتى لو كانت لعبة.